ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله ببداية حلقة جديدة وموسم جديد لأكشن مع وليد. بداية الموسم اليوم كانت مباراة السوبر اللي تجمع الهلال مع الأهلي، وظلت الدقيقة 90 هي يعني المساحة الزمنية المفضلة للهلال. في بعض الناس يسمون الحسم الهلالي اللي يجي في الدقائق الأخيرة في نوعين من الناس. ناس يعتبرونه أنه هو دليل على علو كعب الهلال وقدرته الفنية والنفسية والذهنية للاعبيه وقدرتهم على تغيير مجرى المباريات مع اللحظات الأخيرة، وهذه معايير الفرق الكبيرة تلاقيها في كل مكان. يعني وين ما تلف تلاقي فريق في كل دولة فريقين عندهم نفس المعايير هاي، تجدها حتى في الدوريات العربية، في الدوريات الآسيوية، الدوريات الأوروبية. لازم في فريق ما تضمنه إلين يصفر الحكم. في جمهور آخر لا، يسمون اللي يصير هذا يسمونه، يقول لك هذا حظ كذا، حظ. يعني في مصر يسمونه حظ الأهلي، في السعودية يسمونه بعض الجمهور حظ الهلال، في الإمارات يسمونه حظ العين، في إنجلترا يقول لك هذا حظ مانشستر سيتي يعني مثلا. فبالتالي أنت على حسب يعني تقبلك لنتيجة المباراة تقدر تسميها اللي تبي. ممكن تسميها سطوة فريق، قدرة فريق على الحسم في أي لحظة. يعني بالعربي لما تلعب بعض الفرق لما تلعب معاها لا ترمش لين يصفر الحكم. إذا ما صفر الحكم لا تضمن حتى اللاعب. زي اليوم متروفيتش نايم في المباراة، بس يجيك في اللحظة الأخيرة ويخلص. يعني لو نسترجع تاريخ نجومنا في عالم كرة القدم السعودية، واحد من هؤلاء كان يعني أهم الهدافين في تاريخ الكرة السعودية، كان بعضهم بهذه المواصفات، يتركك طول المباراة بس تغفل، يعطيك إياها ويرسل الفرح للمدرجات. اليوم الهلال بالرغم من تقدم النادي الأهلي وتقديمه لصورة حقيقة جيدة، وكان مرشح أنه يكون هو الذاهب إلى المباراة النهائية لكأس السوبر، لكن حصلت اللدغة في الدقيقة 90، وطبعا ما في أشواط إضافية، راحت لركلات الترجيح، والقضية هذه تكون عند حارس المرمى. يعني صحيح التنفيذ واللاعبين ينفذون عليهم المسؤولية، لكن دائما عنصر اللي يوازن الموضوع هو حارس المرمى. والهلال عنده بونو وما أدراك ما بونو. حتى بعض المهاجمين يقولون لما نواجه مرمى الهلال نشوف اثنين حراس، ما أدري هذه إضاءة الملاعب السبب ولا بونو يتحرك كثير فيصير حركته تسوي ترددات أمام المرمى. عموما ألف مبروك للهلال، التأهل لنهائي كأس السوبر. ويعني كما يقال الهلال سوى تويت، يعني شكله ما سوى تويت، هو شكله بيسوي رتويت، لأنه هو حامل لقب كأس السوبر. فإذا ياخذ السوبر ياخذ الدوري ياخذ الكأس، والله مشكلة شيء يعني شيء جيد لناس ويزعل الناس. عموما خلينا نستبق الأمور، خلينا الحين تونا بسم الله الدورة بداية الموسم ونشوف الأمور. بس أنا يعني تمنياتي من محبين النادي الأهلي لا تأخذون الموضوع الآن أنه تصاب بالإحباط، لسه أنت في مرحلة التعافي. أعتقد أنه الفريق راح يكون له وضع السنة هذه أحسن من السنة الماضية. مسألة منافسته في الدوري كيف راح تكون هي أعتقد مرتبطة لما نشوف بكرة النصر كيف، لأنه أهم. شوف الدوري من المؤشرات الموجودة هو هلال نصر وبيجي الاتحاد، هذه ثلاث أندية. هل الأهلي بيكون من ضمنهم؟ هل الأهلي بيكون أحسن من الاتحاد؟ هل الأهلي بيكون أحسن من النصر بحيث أنه يتنافس مع الهلال على بطولة الدوري؟ هذه كلها راح نعرفها متى؟ لما يبدأ الدوري ويحمى. فاحنا نقول إيش؟ نقول ألف مبروك للهلال. بدري تونا بادين بداية الموسم ونقول مبروك للهلال. يلا مبروك للهلال. حسرة يا حسرة. طيب نرحب بضيوف حلقتنا اليوم. طبعا خليني أبدأ بعمدتنا الكابتن محمد فودة. حياك الله أبو فهد. يا هلا وبدر، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين والمتابعين، ونتمنى إن شاء الله يكون موسم مثير وجميل وفيه
متابعة جماهيرية كبيرة إن شاء الله يعكس المستوى الحقيقي المطلوب من الكرة السعودية على مستوى العالم العربي والعالم الآخر بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يخف انتقاد الحكام. والله الحكام حسب أدائهم في الملعب، احنا ما ندور عليهم أخطاء، هم اللي تشوفوا في الملعب تجيبوا هنا. يعني نتكلم حتى الجمهور ساعات يكون الحكام هو الشماعة الجاهزة يعني. والله الجمهور معاه يعني العاطفة هي اللي تسيرون اتجاه التحكيم. معاهم حق في بعض الأحيان. كل الأمور اللي يتكلم كل واحد وجهة نظره مع حق فيها، لكن تختلف وجهة النظر الأخرى. الحمية يا كابتن سمير عثمان، حمية للحكام ها؟ طبعا يعني اول حاجه موسم جميل باذن الله، وبدا النهارده بمباراه جميله ادت عنوان للمسابقه، هتبقى قويه، نتيجتها هتبقى عارفه في اخر اوقات المباراه. اما بالنسبه للحكام، واكد لك يا كابتن وليد السنه دي باذن الله الحكم السعودي، وباذن الله دي على ضمانتي هيبقى عام مختلف تماما. ليه؟ استاذ ياسر مسحل رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم عمل مشروع جديد تطوير الحكم، وهو لاول مره في الشرق الاوسط بقى في حكم محترف. عندنا دلوقتي 7 حكام الدوليين المحترفين في الدوري السعودي بقوا محترفين. يعني ايه محترفين؟ يعني العمل بتاعهم حكم بس، يعني يتمرن يلعب مباراة فقط، يعني يسيبوا العمل الرئيسي بتاعهم بقى انتداب للتحكيم. 7 حكام دوليين و2 حكام كبار، لاول مره في الشرق الاوسط يبقى حكام محترفين. دول هيفتحوا المجال لو المشروع نجح باذن الله، وده في ايد دلوقتي الحكام، هيفتح وينجح التجربه بتاعت استاذ ياسر المسحل، يعممها على بقيه الحكام. بالتوفيق ان شاء الله للتحكيم السعودي، وانا متاكد والله ان شاء الله السنه دي التحكيم السعودي هو هيبقى نجم الموسم باذن الله يا رب. انت ياسر المسحل مكلمك في التليفون شيء قريب ولا ايش؟ والله العظيم عمري ما قابلته. لو محمد الشيخ قايل الكلام هذا كان اقول محمد الشيخ يطبل المسحل دائما. ما هو محمد المسحل 3 ملفات لا تقربها له، وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، اتحاد القدم، كله تمام عنده. ها؟ أقول لك حاجة، كابتن محمد الشيخ السنة اللي فاتت قال كلمة كويسة جدا، قال أنا بحب أحتفظ بالمصدر بتاعي. يعني السلام عليكم. والله بجعل كلام جامد. خلينا نرحب بالاستاذ محمد بن عبد الله الحارثي، ضيف الجديد اللي معانا في هذا الموسم ونحن سعداء فيه. الاستاذ محمد هو طبعا يحمل شهادة البكالوريوس في الرياضيات، كان سكرتير قطاع الناشئين والشباب في النادي الأهلي، سكرتير قطاع الناشئين والشباب في لعبة كرة القدم في النادي الأهلي من 2007، وأصبح المدير الإداري لقطاع الناشئين والشباب لكرة القدم في 2008، ثم أصبح عضو في مجلس إدارة في النادي الأهلي 2009، ثم المشرف العام لقطاع الشباب والناشئين في النادي الأهلي 2009، ثم أيضا المشرف على قطاع الناشئين والشباب والأولمبي في النادي الأهلي 2010، ثم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في 2011، ثم عاد مشرفا لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي في النادي الأهلي 2011، ثم عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي 2013. شكله مضبط مع كل الرؤساء اللي يجون. بعدين المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي 2013، ثم عاد مشرفا عاما على قطاع الناشئين والشباب والأولمبي في النادي الأهلي 2015، ثم عاد عضوا لمجلس إدارة النادي الأهلي 2017، ثم عاد مشرفا عاما على قطاع الناشئين والشباب والأولمبي في النادي الأهلي 2017، ثم مدير تنفيذي للفئات السنية في كرة القدم في النادي الأهلي 2019، ثم مديرا تنفيذيا لفريق كرة القدم في النادي الأهلي عام 2020، ويحمل دبلوم الفيفا التنفيذي في الإدارة الرياضية 2020. حياك الله أبو بدر. وصلنا 3 أبو بدر هنا، أنت وأحمد الفيد وأنا. الله يحييك. الله يحييكم، وأنا سعيد بتواجدي معكم الليلة، وربنا يوفقنا وإياكم إن شاء الله لتقديم ما هو جيد وممتع للسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه المقدمة، الله يعطيكم العافية. بس إيش سر 3 إدارات؟ يعني الحين أنت كنت عضو مجلس إدارة في 2009 مع أي رئيس؟ بداية مع الأستاذ عبد العزيز العنقري. عبد العزيز والنعم، عبد العزيز العنقري، وبعد كذا عضو إدارة في 2011 مع مين؟ نعم، سمو الأمير فهد بن خالد، استمرت معه 4 سنوات عضو مجلس إدارة. الله. وبعدين عضو 2013 مع الأمير فهد. مع الأمير فهد، نعم. أيوة نعم، فهد بن خالد. بعدين عضو مجلس إدارة في 2017 مع مين؟ هذه كانت مع سمو الأمير تركي محمد عبد الله الفيصل. أوكي. نعم. والله يحبونك. الله يكرمك. الحمد لله، فضل من الله كبير. الحمد لله. نرحب طبعا معنا زميل العزيز عماد السالمي. حياك الله يا عماد. الله يحييك. إجازة سعيدة. إجازة سعيدة على الجميع. لعبة فيك الشمس.
صدق والله؟ لا بفيك الشمس. لا بفيك الشمس. شكلك ماخذ برونزاج بس الكريم ما كان. لا الأجواء حارة. الأجواء حارة جدا، وإن شاء الله موسم رياضي جميل. احنا انهيناه بفوز هلالي في كأس الملك، نبدأه بفوز هلالي في كأس السوبر. نتمنى نشاهد إن شاء الله موسم متنوع في الأبطال. هذا الامر الاهم اللي حنتمنى نشاهد هلال، نصر، اهلي، اتحاد، ومنافسه كبيره تعطي زخم اكبر، خاصه المشروع الرياضي الكبير اللي قاعدين نشوفه من السنه الماضيه. كان مشروع كبير بتواجد لاعبين عالميين، واليوم باذن الله عز وجل نشاهد موسم افضل من الموسم الماضي. رحب فيك كابتن ابراهيم العنقري، وسعداء معك موسم جديد معنا ان شاء الله. أنا أسعد يا أبو بدر، أرحب بك وأرحب بالسادة مشاهدي برنامج أكشن مع وليد، وإن شاء الله تستمر إثارة الدوري السعودي وقوته ومتعته، وأيضا تميز برنامج أكشن مع وليد اللي حقيقة يجد فيه المشاهد كل ما يحتاجه من تغطية لكرة القدم السعودية وأيضا جميع الألعاب. موسم جديد إن شاء الله بدأناه اليوم بداية ساخنة جدا، مباراة كانت قمة على قياسا على بداية موسم، أن تكون أول مباراة في الموسم بهذه القوة بهذه المتعة، مع النقص الكبير في الفريقين، مع انت تعرف يعني الجو في ابها امطار وايضا اكسجين، ولكن كنا مستمتعين بمباراه اليوم. ان شاء الله نقيس عليها دوري وموسم كامل يكون فيه الدوري السعودي والكره السعوديه في القمه باذن الله. طبعا احنا كنا نتكلم مع عماد، قلنا لعبه في شموس، فواضح انه كان في احدى الدول العربيه، فخلينا نروح نشوف اللي يروح اوروبا. شوف محمد الشيخ، شوف سويسرا، شوف يلق ما شاء الله. طقطق علي يا ابو بدر. سيهات ما تحرك. حبيبي ابو بدر، احييك، احيي الزملاء واحيي المشاهدين، احيي اكثر اخونا محمد الحارثي. أنا سعيد حقيقة بالتواجد مع قيمة رياضية، لأني أنا أدرك ماذا يعني أن تعمل كل هذه السنوات مع كل هذه الإدارات، مع كل هؤلاء المدربين، مع كل هذه الفئات. معناته أنه ثراء كبير إداريا وفنيا، وإن شاء الله هذا ينعكس على حضوره في البرنامج. بداية ساخنة يا أبو بدر، الهلال كما فعلها في نهاية الموسم الماضي يدشنها في بداية الموسم إلى النهائي مباشرة. بدينا ساخن، صحيح المباراة بين الأهلي والهلال لم ترتقي لكونها يعني مباراة نصف نهائي لبطولة، ولكن طبيعة البدايات، طبيعة دخول الموسم الجديد. ولكن لما نقارنها بأي دوري في الشرق الأوسط يعني أو أي منافسة، أن تبدأ بهذه الصورة وبهذه الأسماء، معناته أن أنت يعني تمتلك استحقاقات كبيرة. باخذ سريعا بس بعض وين رحت أنا؟ هذا المشكلة، العبث في لحظة. أيوة هنا وين أفا وين أيوة نعم. السعود يقول سمير عثمان بعد قليل. بص يا أبو بدر، متروفيتش ضرب وشه على كوع كيسيه. لسه ما ابتديناش، ده لسه على الزيرو احنا. شوف حبايبك كتير ان شاء الله. طيب نشوف اللي بعدها. فواز يقول ابو بدر سمير عثمان ما هو ناوي يترك السبحه الصفراء؟ في سبحه صفراء في ايدك؟ يا حرام. لا بس اللون يعني هم عندهم المشاهد فواز عنده مشكله كان مع الاصفر ده نور الشمس. الله يعني النشاط. لا يعني نشاط، وفي ناس لهم. ايش رايك محمد، هو نور الشمس ولا ايش؟ لون الشمس ولا؟ والله خلينا نحسن الظن في ابو ذي، ولكن ابو اشرف ابو محمود انتبه. ترى اقول انتبه، ترى متحزمين لك هذا الموسم. ايوه انتبه. طيب. اعمل شيء مراجعات، كلنا نخطأ كلنا لا 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 زي ما انا زي ما انا. اي لا في الامانه انا طبعا مغمض، اسمعك وانا مغمض، بس نقول نسوي مراجعات. بدا التاثير من البدايه غير اللون. لا اسمح لو سمحت. عبد الله خالص. عبد الله يقول على الهاشتاج، يقول ان تواجد الحارثي في الادارات المختلفه دليل على توفقه. كويس الحمد لله، هذا كلام طيب. عابر يقول ما شاء الله يا سمير عثمان، نفس جهاز الاستغفار ونفس اللون، ما ضيعته ولا غيرته، ما بيضيعش يعني. الحمد لله. طيب، المهم ربنا يتقبل. امين يا رب، امين يا رب.
يقول مشاهد هنا هلالك والسما غيمة حنين وودي الغالي هلابك والخفوق اللي مليته ضاق بغيابك. اوه الله، شكرا لك، شكرا لكم. خلونا نبدأ الحلقة بالعناوين. بداية ليست سوبر للموسم الكروي السعودي والدوري بعد 9 أيام. الهلال يجدد العلاقة مع الدقيقة 90 ويخطط لريتويت في كأس السوبر. الأزرق ينتظر الفائز من النصر والتعاون على النهائي السبت المقبل. لودي مساء الخير. وتأثير سعود عبد الحميد كان واضحا في 62 دقيقة. خسارة مقبولة للأهلي بالترجيح، لكن مكان ماكسيمان لا زال شاغرا. كاسترو يطالب بنسيان نتائج الوديات وغياب العقيدي بسبب الإصابة. ومدرب التعاون يلمح للفوارق المالية الضخمة مع بقية منافسيه بالسوبر. الاتحاد بنكهة فرنسية، هل يعود العميد نمرا قويا بعد موسم الإحباط؟ قادسية أرامكو تلفت الأنظار بتعاقدات خارج دائرة طريقة أندية روشن. نتائج مباريات اليوم: مباراة وحيدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الهلال يفوز على الأهلي 4-1 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدف لمثله. غدا تستكمل مباريات دور الأربعة في كأس السوبر السعودي، يلتقي التعاون مع النصر الساعة 7:15 مساء. يا سلام لو يصير الدوري بهالتوقيت بعد، الله يهديهم إن شاء الله ويفكون من مباريات طوال الليل. مباراة الأربعاء غدا 14 أغسطس نصف النهائي، التعاون والنصر، والمتأهل من المباراتين يلتقون يوم السبت القادم 17 أغسطس. الفائز من التعاون مع النصر يلتقي مع الهلال أيضا في عسير في المحالة الساعة 7:15 مساء. اليوم ننتظر طبعا، غدا ننتظر الطرف الثاني راح يلعب المباراة النهائية مع الهلال على كأس السوبر. السجل الذهبي لهذه البطولة طبعا كأس الدرعية للسوبر السعودي، هذه النسخة بهذا المسمى. 2013 كان البطل الفتح، 2014 الشباب، 2015 كان الهلال، 2016 الأهلي، 2017 ألغيت كانت ستقام في أبو ظبي بين الهلال والاتحاد، 2018 الهلال البطل، 2019 النصر، 2020 النصر، 2021 الهلال، 2022 الاتحاد، و2023 الهلال، ونشوف 2024 ماذا سيحدث فيها. خلينا ناخذ تعليقات سريعة من ضيوفنا. محمد الشيخ، لماذا فاز الهلال اليوم؟ فاز الهلال اعتقد لخبرة الهلال. هذه الخبرة شفناها في طول نفس الهلال، يعني حتى وهو يصل إلى الدقيقة 90 رفع الرتم، شعر أنه بحاجة إلى الفوز، وبالتالي حضرت الخبرة فحضرت الحضرة بالتعادل. أنت كنت تسأل إيش معنى أن يسجل الهلال في كثير من المباريات هدف في الدقائق الأخيرة أو حتى في الثواني الأخيرة، سطوة ولا ضربة حظ؟ لا، أنا في تقديري هي كثير من السطوة، والسطوة تعني الخبرة، السطوة تعني القيمة الفنية، السطوة تعني القدرة على التعامل مع كل دقائق المباراة، وقليل من الحظ، لأن الحظ ما يجي يطق بابك، أنت تسعى لأن تنتزع هذا الحظ. وبالتالي أعتقد أنه الأهلي قدم أيضا مباراة يا يسلا فاجأنا، أدار المباراة بتكتيك مغاير من شوط إلى شوط، تعامل حتى مع التغييرات بشكل جيد، ولكن في نهاية المطاف يجب أن ندرك أنه يواجه الهلال، ويجب أن ندرك أن خذلته يعني دقيقة واحدة أو دقيقتين وخذل ركلات ترجيح. بالتالي أنا أعتقد أن فوز الهلال مستحق، ولكن أيضا
كان الاهلي لو حقق الفوز سيكون ايضا مستحق. مباراه في بدايه الموسم رغم انها لم ترتقي الى قيمه الهلال والاهلي، ولكنها ارتقت لقيمه ان تبدا استحقاق اول في اول مباراه في الموسم كله، فذات قيمه اعتقد. طيب نرحب طبعا بمشاركاتكم معنا في نقطة نظام. يطلع أمامكم رقم الواتساب الخاص بالمشاركات المرئية، سجلوا أعطونا آراءكم أو ملاحظاتكم على مباريات اليوم أو أسئلتكم الموجهة لضيوف البرنامج. زميلنا محمد الشامي مراسل البرنامج التقى مع يا إسلام مدرب النادي الأهلي بعد خسارة اليوم. We have the management knows the needs and I hope the transfer window is still open, that we doing something. But like you saw today, we did the best with the guys who were performing on their highest level. Thanks. شكرا. محمد الحارثي المدرب عطى رسالة، سوينا اللي نقدر عليه بالمتوفر، يعني معناته يرسل رسالة محتاجين تعاقدات. صحيح، حتى في المؤتمر الصحفي قبل يومين أشار لهذه النقطة، أنه عرض احتياجاته على إدارة الفريق ومنتظر اللاعبين، وكان هذا سبب انتقال أو إعارة اللاعب ماكسيمان اللي كان مسبب فراغ اليوم في الفريق. يعني أنا كنت أفضل أن يبقى ماكسيمان حتى يتم البحث عن لاعب بديل له، لأن فترة الانتقالات ما زالت مفتوحة. طيب يعني أنت واحد لاعب مهم عندك تروح تعيره. نعم. إيش الفكرة هذه؟ هو أكيد تقرير فني انه عدم احتياج لهذا اللاعب من واضح ثغرة الرجل في الفريق. صحيح، ولاعب مقاتل او موعود المدرب كان بلاعب. لا قد هذه النقطة، ما في مدرب يمشي وعنده نقص. صحيح. فاكيد انه وضع اختيارات معينة افضل من ماكسيمان، ولكن لم تلبى طلباته حتى الان. ما نعرف السبب حقيقة الان. ما زالت فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة، على وعسى ان شاء الله ادارة النادي لا تتحرك وتبحث عن بديل لماكسيمان. طيب خلينا نروح معك لنقطة اخرى. نعم. ليش خسر الاهلي اليوم في رايك؟ شوف، الاهلي اليوم قدم مباراه، طبعا الهلال ظروفه اليوم اصعب من الاهلي حقيقه في الغيابات اللي موجوده في الهلال. الاهلي لم يستطع ان يصل هجوميا لمرمى الهلال الا عن طريق الضربات الركنيه وعن طريق كرات من حارس المرمى مندي. ان شاء الله نعرضها ونشوفها. للاسف لم يستطع التحكم في وسط الملعب. مدرب الهلال احكم خطه دفاعيه على لاعبين الاهلي، وقدر او استطاع انه يعني يقيد اللاعبين في وسط الملعب الاهلي، وعدم استطاعتهم تمرير الكرات للمهاجمين في الاهلي. فيرمينيو كان في فورمه جيده من معسكر الاعدادي. فيرمينيو كان يسجل الاهداف، واظن انه عاد المهاجم يحتاج يعود الى فورمه التهديف. سجل 4 أهداف في المعسكر الاعدادي في المباريات الاعداديه، وانا توقعت اليوم انه يسجل وفعلا سجل. لكن للاسف لم تكن هناك كرات عديده للمهاجمين الاهلي حتى يتمكنوا من التسجيل. زي ما قلت لك، المدرب الهلالي استطاع ان يلعب على ظروف الاهلي. عنده مشكله في الخط الدفاع، فتغلب على هذه المشكله باحكام الخطه الدفاعيه على لاعبين الاهلي في وسط الملعب. في حيدر يسالك سؤال على الهاشتاج، يقول ترتيب اللاعبين في تنفيذ ركلات الترجيح من المسؤول عنه، المدرب او اللاعب؟ اعتقد رياض محرز وكيسيه كان من المفروض لهم اولويه في التنفيذ بدل من فيجا وايبانيز. شوف، هذه تيجي بالتوافق بين المدرب وبين اللاعبين، الجاهزيه النفسيه، وهنا الاعداد النفسي مهم جدا للاعبين في ضربات او ركلات الترجيح. الاعداد النفسي من قبل اداره الفريق. طبعا المدرب وقتها قبلها في التدريبات يحط ترتيب معين للاعبين، رقم 1 2 3 4 5 حسب ما يرى. ولكن وقت المباراه، الوقت الفعلي لضربات او ركلات الترجيح، اللاعب ممكن يتراجع، ممكن يعني يعطي للمدرب راي انه انا لا، اخرني شويه، خليني في الركله الرابعه الخامسه، يتغير الترتيب. انا كنت ارى انه الافضل انه اللعيبه الخبره زي رياض محرز يسددوا ركله الترجيح اول، حتى يكون عندك يعني مجال للتسجيل وانك تبقى متفوق، خاصه ان الهلال هو اللي يسدد اولا. ودائما في عرف كره القدم اللي يسدد اول في ركلات الترجيح هو اللي ينتصر. هذه يعني العرف يعني. عماد، في سؤال من فايز على الهاشتاج يقول غياب مالكم مؤثر؟ واذا لعب هل كان الهلال يقدر يخلص المباراه من بدري؟ نعم مؤثر لامرين، اول شيء قيمه مالكم، ثاني شيء خسرت قيمه سافيتش في تطوير الهجمه، هو راح سافيتش مكان مالكم فاثر بشكل كبير على هذه المنطقه. بالتاكيد مالكم حل مهم لنادي الهلال، حل فردي وكذلك حل لجماعيه نادي الهلال اللي شاهدناه معه في الموسم الماضي. كابتن ابراهيم، بصراحه يعني هل المباراه يعني كعناوين نقدر نقول كانت منطقيه؟ يعني
أول مباراة في الموسم، الفريقين يلعبون أول مباراة بعد فترة الإعداد، كان شكل المباراة مرضي لك؟ هذا هو الكلام المنطقي يا أبو بدر. لما نتكلم عن أي مباراة يجب أن نعرف كل ما يحيط بهذه المباراة. ليست القضية أنك تأخذ مباراة وتريد من هذه المباراة أن تعطيك كل ما في كرة القدم. بداية موسم، نقص في اللاعبين، هذا يؤثر على أي فريق. وأيضا مباراة نصف نهائي، ليست القضية قضية أنه مباراة مثلا 3 نقاط. مباريات نصف نهائي لا يمكن أنك تجرب أو تغامر. لذلك شاهدنا أن المدربين اليوم كانوا حذرين جدا. هذا الحذر زاد من القوة الدفاعية للفريقين وأثر على القوة الهجومية، وشاهدنا أنه اللعب مباشر مثل ما تكلم الأخ محمد. اليوم مندي يلعب كرات طويلة، هذا ليس بالصدفة، لأنه الفريق الأهلاوي متراجع ولا يريد أن يغامر أمام الهلال، لذلك الكرات الطويلة كانت حل. وأيضا من الهلال إجمالا نعم مباراة كانت ممتعة كبداية موسم، استمتعت أنا بالنسبة لي بهذه المباراة، ولكنها افتقدت إلى اللمحات الفنية المهارية الفردية، وهذا بسبب أنه اللاعبين في بداية موسم، وأيضا طريقة اللعب اللي أعتقد المدربين كما وضح لي مقيدين فريقين، لذلك أصبحت المباراة بهذا الشكل الجماعي بحتا. يعني مو بس من الآراء. ماجد المطيري يقول عماد السالمي، هل كان دفاع الهلال مكشوف عند غياب كوليبالي والبليهي؟ حتى لو تواجد كوليبالي والبليهي نفس المشكلة سيكون مكشوف. الدفاع المتقدم هذا موجود، سواء بوجود كوليبالي والبليهي أو حتى بوجود اليوم خليفة الدوسري وحسان تنبكتي. هي المشكلة في الفكرة مش في اللاعبين المتواجدين، سواء اليوم أو حتى اللاعبين اللي راح يتواجدون مع نادي الهلال في بقية المباريات. أوس يقول من البداية بدأ الضغط على سمير عثمان، ترى سمير ما يتأثر، تبص ولا تلعب تباصي ولا تلعب باص مع الشيخ، يعني محمد الشيخ. سمير قوي شخصية. اتفق معك. شكرا ان شاء الله. اتفق معك. الحمد لله. اتفق معك، سمير قوي شخصية، سمير خبرة، سمير امين. اذا اختلفنا نختلف مع التقدير، ولا سمير استاذ رئيس قسم. اشكرك اوس. طيب سريعا كذا ابراهيم موسى يقول عودا حميدا ابو بدر، ما اخر تحديثات سعود عبد الحميد مع الهلال؟ عودتونا في اكشن بما يميزكم عن غيركم من الاخبار بحكم هلاليه البرنامج. يا هذه مدفونه يا ابراهيم موسى. يقول ايش راي ضيوفك في مستوى سعود الليله؟ ايش رايك يا محمد الشيخ؟ سعود طبعا اول ما دخل المباراه ما كان في جوها، لا جوها باعتبار انه بدا الرتم يرتفع، ولا ايضا هو في جو المباريات، لانه ايضا في المباريات الوديه كان غايب كثير، وان لعب في مباراه النجمه. وايضا الضغوط النفسيه الكل عينه على سعود، وبالتالي يعني انا اشفقت على سعود وتمنيت سعود ايضا يتعلم درس احترافي. يجب على سعود ان يتعلم درس احترافي من كل ما حصل له، واتمنى ان لا يؤثر عليه بقيه الموسم وان يطوي الصفحه ويبدا صفحه جديده. ولكن سعود اللي شفناه اليوم على الدقائق اللي لعبها مقبول، ولكن مش سعود ابدا. كيف احترافي؟ يعني اللاعب اذا دخل 6 شهور وحاول يبحث عن عرض اخر وما جدد صار مش احترافي؟ جميل سؤالك. مش احترافي لما يكون عقدك ساري ويكون في تصعيد داخل منظومه الفريق، وايضا حسب ما سمعنا كان فيه يعني نقول خلينا بين قوسين يعني حتى لا نتحمل وزر الاخبار، في خلاف واضح. انت عقدك ساري يا سعود، لا حتى التفاوض يكون بهذه الطريقه، ولا ما انت اللي شربته الاتحاد انت تشرب وعاد. لا عفوا ابو بدر، موضوع الاتحاد كان في ال6 شهور الاخيره. طيب يعني الرجل يحق له الدخول في مفاوضات. ماشي. هذا 1. 2 سعود عقده لا زال فيه سنه كامله. 3 خلافهم حتى انه يعني وكيل سعود مش وكيل رسمي في لجنه الاحتراف في الاتحاد السعودي لكره القدم. يعني قضيه سعود قضيه متشعبه جدا اكثر مما كانت عليه في الاتحاد. لا ما في مقارنه. طيب ايش رايك كابتن ابراهيم فنيا سعود كيف؟ ابو بدر، نتكلم فنيا ونتكلم بكل صدق. شوف، لاعب كره القدم هو انعكاس لانضباطيته خارج الملعب، وانضباطيته في المعسكر، وانضباطيته في التمارين. أنا من وجهة نظري ما يميز فريق الهلال أنه ينظر إلى اللاعب وما يريد أن يقدمه من خلال المعسكر ومن خلال انضباطيته في التمارين. سعود عبد الحميد لم يكن حقيقة سعود المعتاد في معسكر الهلال الأخير، مما اضطر المدرب أنه يستغني عنه في المباريات الودية، لأنه لم يشاهد من سعود الحماس والرغبة اللي تخليك سعود لاعب أساسي.
هذا انعكس على مباراة اليوم. سعود لم يكن لاعب أساسي، سعود هو أفضل ظهير أيمن في السعودية بدون منازع، ولكن اللاعب لكي يستمر بهذا الشكل هو يحتاج إلى الانضباطية وللتمارين، فإذا افتقدها سيفتقد مستواه. هذا اللي يجب أن يعرفه سعود وكل لاعب. اثنين، فريق الهلال يميزه أنه حقيقة ينظر إلى احترافية لاعبيه وانضباطيتهم أكثر من أنه الاسم سيلعب في كل الأحوال. اليوم سعود درس كبير لكل لاعب الهلال وليس لسعود فقط، أنه انضباطيتك تنعكس داخل الملعب، ولن نسمح بأي خلل يكون من اللاعب داخل المعسكر. من ناحية سعود عبد الحميد واحترافية سعود عبد الحميد، يجب أن يعرف سعود عبد الحميد أن التفاوض وأن كل ما تريد أن تفعله الشيء، وأن الحفاظ على مستواك وأدائك لابد أن ينعزل عن هذه الأمور. لابد أن يكون تفاوضك ليس بالمستوى أو بالانضباطية. هذه النقطة يجب أن يركز فيها سعود، لأنه حقيقة لاعب مهم للمنتخب السعودي. مشجع على الهاشتاج يقول أبو بدر شوية منطق، ترى ما فاز يعني الهلال إلا بركلات الترجيح بعد تقدم الأهلي، وتم إبعاد جناحه ماكسيما لأجل حبيبهم الدلال. هذا الهلال اللي دائما شايل كذا وكذا. يقول عدم دعم الأهلي بلاعبين، إبقائهم على مدربيه الفاشل، ورئيس نادي مختفي ولا مبالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد الحارثي يعني والله هذه ظروف النادي على الآن. حقيقة في أخطاء في مباراة اليوم، أنا بالذات تغيير في خط الدفاع دقيقة 75 دائما ما يكون خطير جدا، مش عشان هدف تسجل في دقيقة 90، لكن هذه أمور فنية. ننتظر فترة الانتقالات الصيفية ما انتهت. يعني مدرب فاشل أنت في رأيك تتفق معه؟ ما في كلمة فاشل، صعبة شوية. مدرب يعني ما زال خبرته قليلة، صغير في السن، ما يعني المستوى الماضي، الموسم الماضي ما قدم الأهلي شكل فني داخل الملعب يوحي بأن المدرب عمله كبير. ما زلنا. طيب الجمهور للحين فاكر يعني الناس يعتقدون ان رئيس النادي الاهلي الان يملك نفس الصلاحيات اللي كانت عند مساعد الزويري والامير فهد بن خالد وعبد العزيز العنقري، ترى يعتقد انه نفس الصلاحيات. غير صحيح. الان في الصندوق والشركه الغير ربحيه الاهلي 25% فقط، والامر الان القرار 75% في يد الصندوق. فبالعكس رئيس النادي الان موجود، اوكي، هو يستطيع ان يشارك في القرار. يشارك. نعم صحيح. يشارك. نعم. فانت يا عزيزي اللي كاتب التغريده هذه، ترى كل اللي تكتبه هذا ما منه فائده، تعرف ليه؟ لان اللي عنده القرار يتكلم بالانجليزي صحيح، وانت تتكلم عربي. فيعني الحل تبي تكتب اكتب بالانجليزي للرجال عشان يفهمك. اعطيك اياه على بلاطه، تسوي هاشتاج الطالب. ترى غلبان رئيس النادي واعضاء مجلس اداره تقعد تحملهم اكثر من طاقتهم. هي عند مستر جون، اوكي، عند مستر جون نقطه نظام. لا ندخش في امور ما لها داعي، نقطه نظام. اشتقنا لك يا ابو بدر انت وضيوفك الكرام، يا افضل برنامج رياضي وافضل مذيع في الوطن العربي. والله وحشنا موت، والاتحاد اكثر. اهلا وسهلا اكشن مع وليد، عودا حميدا ان شاء الله. مبروك يا زعماء من ابها البهيه عاصمه السياحه. اقول للزعماء مبروك، وان شاء الله القادم اجمل واجمل مع اكشن مع وليد. واهلا وسهلا اكشن مع وليد. على عجاله اقول الف مبروك للهلال، وعندي رساله للاعلام الهلالي. الى متى الغطاء الاعلامي على عبد الله الحمدان؟ الى متى؟ لاعب ينزل ياخذ كرت اصفر وبس، ما قاعد نشوف فيه اي شيء. انا اسميه اللاعب رقم 12 مع الخصم. ابو بدر السلام عليكم، وعودا حميدا لك ولضيوفك الكرام وللبرنامج اللي احنا والله بصراحه مشتاقين ومتحمسين. اليوم السيد ياسليم مدرب الاهلي اعطى المباراه للشوط الثاني للهلاليين برجوعه بصراحه غير المبرر، ومبالغ في الدفاع. انا ما اعرف يعني ليه هو في كل مباراه يبالغ في الدفاع. في الشوط الثاني بالذات المدرب عنده مشكله في التغيير وفي قراءه المباراه. نبارك للهلاليين وهردرت لنا احنا الاهلاويين. السلام عليكم وليد، اوجه سؤالي لمحمد الشيخ، ايش رايك بمستوى دودي؟ اخوي وليد حبيبي من اولها الله يسامحك، يعني ايش معنى جبت هدف الهلال وما جبت هدف الاهلي؟ بدينا. مرحبا مليون يا استاذ وليد،
نبغى موسم تعاطف مع النصر بالله يا استاذ وليد. احنا عارفين ميولك وعارفين انك جميل ما شاء الله، منور الشاشه بالعالم يا استاذ وليد. يعني احنا نبغى السنه هذه خليك معانا شويه بس، طلب يعني. لودي ايش سالفته يا محمد؟ لودي للفرص ومنح كل المبررات. يعني كان المبرر الاول انه قدم الفريق في الشتويه ورتب الفريق عالي، ف يعني إن قال انه لا يحتاج الى الوقت حتى ينسجم مع الفريق. الامر الثاني قال انه دخل في ظروف الالام اللي في اصابعه والفطريات اللي فيها، فبالتالي ظلم من الجهتين. اعتقد انا الامكانات اللي اظهرها لودي لا الدفاعيه ولا الهجوميه ولا حتى على المستوى الجماعي لا يتوافق مع قيمه الهلال ولا يتوافق مع حاجه الهلال في الظهير الايسر. لودي لا يقدم اقل مستويات ياسر الشهراني اللي يقدمها، ولا حتى مستويات محمد البريك وهو يلعب في الظهير اليسار. وبالتالي نعم لودي يعني النقطه السوداء الان في قائمه الفريق. طيب سريعا بس، عبد سامي يقول باذن الله الفوز نصراوي غدا وسوف نكسر عيون الحساد، بطوله نصراويه. اسمع يا فهيم. الله يوفق الجميع، الله يوفق اللي يستاهل الفوز يفوز، ايش المشكله؟ حياكم الله من جديد اكشن مع وليد، ومستمرين مع ضيوفنا اليوم محمد الحارثي وعماد السالمي وكابتن محمد فوده، كابتن سمير عثمان، كابتن ابراهيم العنقري وزميل محمد الشيخ. كي ماذا حدث اليوم بين الهلال والاهلي؟ عماد السالمي. كرتم كبداية موسم مقبول جدا للفريقين، فشكرا للفريقين على رتمهم. الأفكار الفنية صعب جدا تتضح من أول مباراة في الموسم، ولكن 90 دقيقة فكرة الأهلي والواضحة في استغلال مشاكل الهلال الأوضح كرقم واحد قيمة سالم الدوسري الدفاعية والهجومية، خطأ توظيف سفتش الهلال في بداية المباراة، جودة ياسين بونو في التفاصيل البسيطة بالمباراة. هذه هي 90 دقيقة. فكرة الأهلي الواضحة في استغلال مشاكل الهلال الأوضح واضحة جدا. مندي مش لاعب بناء، اليوم كان لاعب بناء. هاي بداية المباراة، اللقطة شوف هذا ما قبل الأفكار، ما قبل تنفيذ الأفكار، في فوضى في الفريقين في الوصول إلى الفكرة المناسبة للفريقين. شوف الزحمة، زحمة في كل مكان، لا يوجد أي فكرة. استمرت هاللقطات 10 دقائق تقريبا دون مشاهدة أي فكرة. خلينا نروح للأفكار، نشوف النادي الأهلي وفكرته الواضحة جدا في استغلال المشاكل. مشاكل واضحة في الظهيرين لعدم وجود سعود عبد الحميد ولضعف أداء لودي، فبالتالي كان سميحان النابت دارسي واضح جدا استغلال المساحات خلف الظهيرين ومشاكل نادي الهلال. مثل ما تشاهد وصل الأهلي كثير لدرجة بأن الهدف أيضا حصل بنفس الطريقة بنفس الفكرة نفس الهدف. أيضا بعد الهدف شوف كاد أن يسجل الهدف الثاني بنفس الفكرة ومن نفس المنطقة اللي فيها لودي. مع احترامي حتى ياسر الشهراني لو لعب أساسيا ستشاهد نفس المشاكل واضحة جدا. إذن هذه فكرة النادي الأهلي. قيمة سالم الدوسري الدفاعية والهجومية. شوف سالم ايش يلعب جناح، تفضل يخفف لك مشاكل لودي. هذا سالم الدوسري، شوف وين واصل، اعطيني جناح يوصل هنا. سالم الدوسري القيمة الكبيرة العالية. شوف سالم الدوسري وين، في عمق الملعب افتكاك. هي قيمة اللاعب الكبير، لاعب الجناح العالي دفاعيا وهجوميا. سالم الدوسري مع رياض محرز، رياض مش قادر لا بدنيا ولا فنيا يلتقط من سالم. شوف اختراق وتمريرة هدف إلى ميشائيل. سالم الدوسري والقيمة العالية يجب أن يضع له بصمة، صح؟ تفضل. سرعة القرار والصناعة العالية جدا لميتروفيتش في الهدف. إذن سالم الدوسري قيمة عالية دائما تظهر في هذه المباريات كحل فردي ينقذ حتى جسس في كثير من المباريات. خطأ توظيف سفتش الهلال في بداية المباراة. سفتش هذا مكانه، لا تطلعه من هذا المكان. تطوير الهجمة عند سفتش مميز جدا، توديه للثلث الهجومي تضيعه وتضيع الفريق ككل. كان فمنا مفترض نفس سفتش أمامهم مصعب يحل لك كل هذه المشاكل، لأنه ناصر ونفس تواجدهم بجانب بعض شوه منظر سفتش أولا، وكان في انتقادات كبيرة عليه. رجاء طالما لا يلعب في مكانه يجب عدم محاسبته. فسفتش أعتقد من الدقيقة 80 81 لما بدأ يطور الهجمة صار شكله ممتاز وشكل الهلال أوضح
فنيا داخل أرض الملعب. أخيرا جودة ياسين بونو في تنفيذ الأفكار. ما احنا قلنا أفكار، شوف الفكرة ياسين بونو ما شاء الله تبارك الله، قراءة صحيحة لكل أفكار النادي الأهلي. أيضا هنا جول، هذا المفترض تكون جول لو الحارس مش صاحي. ياسين بونو قيمة عالية جدا. أيضا دارسي والسرعة العالية جدا. شوف يراوغ مين هذا اللاعب الشاب الجميل جدا، مستقبل كبير للنادي الأهلي، ولكن أمام من؟ أمام ياسين بونو الحارس الكبير، وإنقاذ هدف محقق، حتى تصدي لركلة الجزاء. شوف ايش يقول للجمهور، هذه وحدة لا تفرحون، باقي أكثر. إذا الحارس قاعد يعطي ثقة للاعبين سواء داخل أرض الملعب طوال 90 دقيقة أو حتى في ركلات الجزاء. في النهاية نادي الهلال هذا الفوز مش حظ، هذا معناته لياقيا أنا مميز، معناته معسكري أنا ممتاز، ذهنيا أنا مميز، وأمتلك شخصية لاعبين في اتخاذ القرارات، من حراسة المرمى بونو إلى ميتروفيتش هذا المهاجم الهداف اللي مثل ما ذكرت أبو بدر ربما ينام طول 90 دقيقة ولكن يظهر، لكن يحتاج من يخدم عليه لاعبين مثل سالم الدوسري اللي قدم مباراة أعتقد بأنه كان هو بطلها في هذا المساء. وهارد لك للنادي الأهلي، مدربة أستغرب ما شاء الله، مشجع الأهلاوي مشجع فاهم. شوف ايش يقول لك، سلم المباراة. دارسي إذا كنت تحتاجه يا ماتياس في بداية المباراة كنت تحتاجه أكثر بعد الهدف، لأنه لاعب مساحات والمساحات كانت موجودة، كان ممكن يخلص لك الهدف الثاني. في النهاية جيسوس كالعادة يتفوق على مثل هذه النوعية من المدربين، مع احترامي وتقديري، مدرب شاب أوكي، ولكن تمتلك الإمكانيات، تستطيع اليوم تستغل عدم وجود كوليبالي، عدم وجود البليهي، عدم وجود مالكم، أيضا عدم وجود سعود الحميد. وين هالفرصة؟ ما في أي مدرب راح يلقاها. فوز مستحق نادي الهلال، وهارد لك لجماهير النادي الأهلي. يعني خسارة الأهلي تحملها المدرب؟ نعم الأهلي يمتلك بكثير أفضل من الإمكانيات اللي موجودة عند هذا المدرب. لا هو قادر يوظف ولا هو قادر يغير. ارجع للمباريات كلها في الموسم الماضي، شوط أول أهلاوي ممتاز، بعد تغييرات هذا الرجل يخسر الأهلي إما بالتعادل أو بالخسارة. كابتن إبراهيم العنقري. طبعا يا ابو بدر نتكلم على النقاط الاساسيه اللي انا اشوفها مباراه اليوم. طبعا رقم واحد انه حذر من المدربين وتركيز دفاعي، وهذا امر طبيعي في مباراه بدايه موسم. 2 تميز جماعي حجب الابداع الفردي. 3 الاهلي افتقد المهاجم الصريح. و4 نقص العناصر أضر بالهلال. لما نتكلم عن حذر المدربين والتركيز الدفاعي، الآن أنا في بداية موسم لما ألعب بالطريقة الحذر الدفاعية، إن شاهدنا اليوم إنه إغلاق مسارات التمرير عند الفريقين كان كويس. أيضا الهلال يلعب بطريقته اللي هو الدفاع المتقدم، لذلك يايس له عمد إلى إعادة فريقه والاعتماد على الكرات الطويلة اللي كان مفترض أنها تتحقق اليوم لو كان هناك مهاجم أنا من وجهة نظري يستطيع التعامل مع هذه المساحات. شفنا محرز كيف يستطيع يلعب كرات عرضية ومميزة، ولكن لم يتوفق الأهلي ينقصه مهاجم حقيقي يصنع المساحة وليس يستغل الفرصة فقط. التميز الجماعي حجب الإبداع الفردي. نعرف أن كرة القدم لكي يتميز اللاعب فرديا وتكون هناك تكتيكات يعني فردية أو ألعاب فردية مميزة، لابد يكون عندي خيارات تمرير تشغل المدافعين. أما إذا كان المدرب يعطي تعليمات بأنه التقدم يكون مباشر واللعب الكرة من 3 لاعبين، الهجمة تنهى ب3 لاعبين، فإن الخيارات الفردية تكون قليلة جدا وتحتاج إلى فقط للسرعة، مثل ما شفنا في كرة دارسي اللي كان ممكن أنه يسجل هدف بسرعة فردية. طبعا افتقاد الأهلي للمهاجم من العام الماضي، أنا يا أبو بدر من وجهة نظري الحكم على المدربين دائما يكون بتواجد العناصر المميزة، لذلك النقص واضح في الأهلي أنه لا يوجد مهاجم صريح ليس يستغل الفرصة فقط، ولكن يتحرك مع لاعبي طرف مميزين يستطيع أن يصنعون لك فكرة، ولكن أين المهاجم الذي يعني أنت يصنع شايف الانتقادات اللي تجاه مدرب الأهلي غير عادلة لأنه ما عنده العناصر الكافية زي غيره؟ نعم أنا أشوف يا أبو بدر مبالغ فيها، لأنه كرة القدم ليست القضية أنه يوجد عندك فكرة، هناك لاعب ينفذ الفكرة. إذا كان ما عندي لاعبين ما أستطيع أن أنا أصنع. وقوف الأهلي اليوم في 90 دقيقة أمام الهلال، خسر في الثانية الأخيرة من المباراة تسجل في هدف التعادل، أنسى هذا كله وأرجع أنه المدرب مثلا مش كويس. لا، أنا أشوف أنه يايس له. إذا اكتملت العناصر أستطيع أعطيك حكم، أما بالعناصر الكل يشاهد أن الأهلي ينقص عناصر، ينقص لاعب طرف، ينقص مهاجم. الأهلي عنده مشاكل في ظهيرين لا يستطيعون أن يقدمون لك أي وجه هجومي. الهلال اليوم غاب سعود، غاب الشهراني والشهراني مستواه غائب،
فالهلال لم يستطع أن يشكل لك سالم الدوسري في الشوط الأول. متى ظهر سالم الدوسري؟ ظهر سالم الدوسري بعد أن كان خلفه ياسر الشهراني. مع وجود لودي كان سالم الدوسري يعود إلى الدفاع، لم يستطع سالم التقدم. الكرة ليست قضية أنه ماذا فعل اللاعب، لماذا فعل اللاعب؟ هذا هو السؤال، لماذا حدث هذا الشيء؟ وليست القضية أنه هذا الشيء حدث أني أنا أعلق عليه وأعطيك الحكم عليه. أحداث تصير في الملعب لها أسباب أهم من أنك أنت لا تأخذ الأعراض. خذ المرض الأساسي، لكل مرض عرض، والعرض هذا إذا عالجته سيبقى المرض. لذلك مشكلة الأهلي لا يوجد مهاجم، لا يوجد أظهرة تساند الهجمة، وعنده مشكلة أيضا في عمقه الدفاعي من فترة طويلة. لذلك لا أستطيع القفز على ياسله. نقص العناصر أضر بالهلال. إن نعرف أنه فكرة الهلال الأساسية تنبني على مالكم كان هو حل في كثير من الأشياء. لما يكون مالكم في موقعه يساعد الهلال بسرعته، يساعده بالانقضاض. وأيضا أهم ما هو موجود عند مالكم أنه مالكم لاعب يتعامل مع المرمى وعنده السرعة وعنده القوة وعنده الفكرة وأيضا الضغط العكسي العالي. سافيتش اليوم لم يستطع أن يبني، لأنه حقيقة وسط الهلال بني بشكل أنا من وجهة نظري ليس بالشكل الجيد، الأظهرة لا تساعده، لذلك أثر النقص على الهلال. بعد نزول سعود عبد الحميد وياسر الشهراني أصبح سالم الدوسري قادر، وأيضا ميشيل قادرين على بناء الهجمة اللي تصل. أيضا لا بد أن نعرف أنه متروفيتش وقوة متروفيتش وما يسمى بالإمكانيات الفردية عند متروفيتش، حقيقة بونو يبقى لاعب مميز في كل مباراة يخوضها مع الهلال. مبروك للهلال، وأيضا مبروك للأهلي. هذا المستوى الأهلي سيتطور بإن شاء الله جلب لاعبين وعناصر. لا تقسوا على هذا الفريق، هو نواه بإذن الله لفريق قادم. موجز سريع لأهم الأخبار الرياضية. والله القادسية هذه يبغى لها قصة، بس خلنا نروح الفاصل ونعود، خليكم معنا. حياكم الله من جديد، أكشن مع وليد، ونروح مع الكابتن محمد فودة والكابتن سمير عثمان. شوف الحالات اللي اختاروها لمباراة الأهلي مع الهلال. تفضل إن شاء الله. وبرضه عندنا في الدوري السعودي أدار 3 مباريات عام 18، الهلال والأهلي والاتحاد والفيحاء 21 والشباب والنصر 22. طبعا بالنسبة عندنا 11 حالة في المباراة، ونبدأ في الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 7 من زمن المباراة. كابتن سمير، عفوا أبو فهد، كابتن سمير عندك ملاحظة؟ أنا كنت عاوز أقول برضو إن حكمة الفار النهاردة ستيفاني، دي أول محكمة سيدة تدير مباراة في الدوري السعودي بعد موسم الرياض، ودي تعتبر أفضل محكمة في العالم. وبرضو عاوز أضيف تاني معلومة عن الحكم ده سنة 2018 أدار نفس اللقاء بين الهلال والأهلي، والهلال كسب 4-3. ده كان في يوم 21/12/2018، وكان في الأسبوع ال13. طب إذا حكم الفيديو اليوم سيدة. طيب هذا ممكن يصير، يعني معناته الموسم هذا ممكن نجد أحد المباريات يكون فيها حكم الساحة سيدة كمان، زي ما صار في موسم الرياض. بالضبط، اكيد، وخاصه هي حكم من حكام النخبه. عارف يا كابتن وليد، دي اول سيده حكمت نهائيات كاس عالم وتصفيات كاس عالم وفي الدوري الفرنسي وتصفيات الدوري الاوروبي كمان. دي مصنفه رقم 1 على العالم كسيده تدير مباريات للرجال المحترفين. بس كحكم فيديو ولا حكم ساحه؟ لا، حكم ساحه كمان. دي موهبتها عاليه جدا، لعب حوالي 16 مباراه السنه دي في الدوري الفرنسي. طيب نروح لأبو فهد. تفضل أبو فهد. طبعا الحالة الأولى كانت الدقيقة 7 من زمن المباراة، كانت في مخالفة على لاعب نادي الأهلي كيسيه رقم 79، كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء استخدام المرفق في وجه المنافس. لاحظ هنا استخدم المرفق، الحكم احتسب مخالفة، لكن هذه الحالة كانت تستوجب البطاقة الصفراء في الدقيقة 7 من زمن المباراة. ايش رايك كابتن سمير؟ طبعا انذار لعب بتهور، ودي كانت في بداية اللقاء في الدقيقة 6 حسب الخطأ، بس لازم في عقوبة إدارية للإنذار من في لعب بتهور. ايش رايك يا محمد؟ فيها كارت اصفر. فيها كارت اصفر. تفضل ابو فهد. الحالة الثانية في الدقيقة 16 طبعا في هنا اثناء تنفيذ ركلة ركنية في دفع من اللاعب، ولكن الدفع اللي حصل داخل منطقة الجزاء مدافع الهلال غير مؤثر على اللاعب، وهي تنافس بين اللاعبين من لحظة لعب الكرة، وبالتالي لا توجد مخالفة واستمر اللعب، كان قرار صحيح من حكم المباراة. الحالة الثالثة كانت في الدقيقة 22 سقوط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء. لاحظ الحكم كان قريب، زاوية رؤيته واضحة جدا، لا توجد مخالفة لأن اللاعب المهاجم والمدافع نافسوا على الكرة، وفعلا خرجت الكرة من قدم المدافع والمهاجم. لو تلاحظ الآن المدافع لعب الكرة
والمهاجم أيضا لعب الكرة، لا توجد مخالفة واستمر اللعب، كان قرار صحيح من حكم المباراة لأنه لم يرتكب لا المدافع مخالفة ولا المهاجم حاول أنه يتحايل على حكم المباراة. طبعا اتلعبت الكرة والحكم عاد الاستئناف بحالة تسلل فاللي على لاعب النادي الأهلي بعد ما ترك اللعب مستمر، أعلن عن حالة تسلل على مهاجم النادي الأهلي بعد أن أمر باستمرار اللعب في الكرة اللي تم فيها السقوط داخل منطقة الجزاء، وكان قرار صحيح من حكم المباراة. ونشوف أنه هنا بالنسبة للحكم المساعد، الحكم المساعد الثاني أعلن عن التسلل في الدقيقة 22 على مهاجم النادي الأهلي. شو رأيك كابتن سمير فيها؟ مهاجم لا توجد ركله جزاء. لا توجد ركله جزاء. مدافع الاهلي نجح في وصول الكره قبل سالم الدوسري، التحام طبيعي جدا ولا توجد ركله جزاء، وقرر الحكم بعدم وجود ركله جزاء هو القرار السليم. محمد الشيخ قرار سليم من الحكم. الحالة الرابعة في الدقيقة 30 أيضا كيسيه ارتكب مخالفة كانت تستوجب البطاقة الصفراء، لكن الحكم بالإنذارات حقيقة لم يوفق في حالتين، فهذه في الدقيقة 30 والدقيقة 7 اللاعب هذه نفس العملية، استخدم المرفق. الآن شاهد هو من ذهب للمهاجم، لاحظ المرفق في وجه المنافس، وبالتالي أعلن عن مخالفة رغم كان الحكم قريب جدا لا يبعد عن الحالة أكثر من 3 ياردة، كانت تستوجب بطاقة صفراء ثانية للاعب نادي الأهلي، لكن الحكم لم يمنح البطاقة الصفراء الأولى حتى نقول أنه يستحق الطرد، لكن هذه الحالة كانت تستحق بطاقة صفراء أيضا في الدقيقة 30 من زمن المباراة. لاعب الأهلي لعب بتهور، الصورة موضحة، مش الكرة بتاعته، هو حاطط طبعا ايديه بالشكل ده في وجه لعيب نادي الهلال وقصاد الحكم. غريبا انه قصاد الحكم بصراحه، كان لازم يبقى فيه ركله حره مباشره وكارت اصفر للاعب النادي الاهلي. تفضل فعل. الحاله الخامسه دقيقه 33 نلاحظ سقوط اللاعب نادي الهلال نتيجه ارتقاء، لكن مدافع النادي الاهلي قفز ولاعب نادي الهلال هو من اتجه للاعب، ولا توجد أي مخالفة على مدافع النادي الأهلي، واستمر اللعب، كان قرار صحيح أيضا في الدقيقة 33 من زمن المباراة. كابتن سمير؟ لا أنا اللعبة دي طبقا للصورة اللي أنا شايفها ممكن أختلف مع كابتن محمد، لأن هنا لعيب النادي الأهلي الارتقاء بتاعه طبيعي، لكن وضع قبلها بشوية، لكن وضع إيده بره. لا نجيب اللعبة من بدايتها، إيديه هي اللي رايحة في وجه متروفيتش، يعني نشيل الزوم، عاوزين اللعبه العاديه اللي هي من امام المرمى، هتلاقي ايوه هنا شايف الايدين الطلعه دي مش طبيعيه، اللي هي بتاعه مدافع النادي الاهلي هي اللي رايحه. الكلام ده لو هما الاثنين طالعين ماشي، انما الايد ده كده مش وضع غير طبيعي في القفز، وبالتالي في خطا على لعيب النادي الاهلي، وبالتالي يوجد خطا لصالح نادي الهلال. يعني انت لو كنت الحكم لا حكم هنا احسب ركله جزاء طبعا. هنا في لعب بتهور على فكره، مش بإهمال كمان صالح الهلال. لسبب بسيط انا عاوز اشرح. القفز طبيعي، انما فردة الايد كده من بره مش دي الطبيعيه. ايش رايك محمد؟ اتوقع توازن اللاعب لما انقفز للكوره عشان توازن، لا يختل توازنه فقط. انا اتوقع طبيعيه. كابتن ابراهيم؟ انا اشوف ان الحركه هذه اضافيه، كان فيها يعني ضرب في وجه متروفيتش واضح. محمد الشيخ؟ لا ركلة جزاء واضحة وصريحة، وفشل الحكم وفشل الفار اللي مدح لنا سمير عثمان السيدة الأولى عالميا، فشلت بامتياز. أنا أحملها أكثر ما أحمل الحكم. ركلة جزاء، تتفق معي يا سمير إن هي اللي فشلت حكمتنا العالمية الفرنسية؟ شكرا. بس هي فشلت في الحالة دي، إنما تاريخها كويس، إنما في الحالة دي هي غلط فيها. تفضل أبو فهد. الحالة السادسة في الدقيقة 52 هنا سقوط مهاجم نادي الهلال، لا توجد مخالفة واستمر اللعب، كان أيضا قرار صحيح من حكم المباراة، ولا توجد مخالفة من مدافع النادي الأهلي. كابتن سمير ايش رايك فيها؟ لا احتكاك طبيعي واستمر اللعب. تفضل أبو فهد. الحالة السابعة في الدقيقة 52 طبعا هنا في انفراد لرياض محرز وقام بعملية المسك لودي، لكن اللي أنهى الموضوع كله أن اللاعب كان في موقف تسلل، وبالتالي كان قرار الحكم صحيح بالإعلان عن التسلل، لكن لو كان في لا توجد تسلل كان اللاعب يستحق بطاقة صفراء، لأن المسافة كانت بعيدة ولا يستحق البطاقة الحمراء. الحالة الثامنة في دقيقة 65 طبعا بالنسبة للقطة هذه نبغى هدف الأهلي صحيح،
لكن لحظة لعب الكرة اللاعب انطلق من مكان صحيح ولا يوجد تسلل. لاحظ هنا لحظة لعب الكرة مهاجم النادي الأهلي انطلق من مكان صحيح، وبالتالي هدف صحيح للأهلي في الدقيقة 65. الدقيقة 79 هنا المطالبة، الهلال طالب بركلة جزاء لكن لا توجد مخالفة. يد مدافع النادي الأهلي كانت في الوضع الطبيعي والكرة ارتدت إلى اليد اللي كانت في وضع طبيعي ولا توجد ركلة جزاء، واستمرار اللعب كان قرار صحيح أيضا من حكم المباراة. كابتن سمير؟ لا توجد ركله جزاء للهلال، الايد في وضعها الطبيعيه وملاصقه للجسم، استمر اللعب هو القرار السليم. تفضل ابو فهد. وتحيه لحكم الفار طبعا، اكيد كانت مركزه في الكره. انت عارف ستيفاني فرابارت اللي هي حكمه الفيديو، هي كانت قاده نهائي اليونان مؤخرا. مظبوط الماتش. بالظبط. طلعت 12 و3 كرت احمر وطلعت بحمايه الشرطه عشان بس كيدهن عظيم، كيدهن عظيم. شوف طالعه بالامن. ايوه بس هي فعلا حكمه كويسه يا كابتن وليد. طيب هي فعلا موهوبه. تفضل ابو فهد. الحالة العاشرة دقيقة 89 انذار مهاجم النادي الأهلي للتحايل. طبعا لا يوجد تحايل ولا توجد ركلة جزاء. هنا بالنسبة للاعب اصطدم بالمهاجم، اللاعب نادي الهلال لم يرتكب أي مخالفة، ولكن اللاعب اصطدم بمدافع نادي الهلال ولا توجد تحايل في اللعبة. الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء للتحايل وكان قرار غير صحيح من طب في حد يقول لك رجل ياسر، شايف ياسر رجل ياسر كيف عرقلت لا لاحظ اللاعب هو من ذهب للمدافع، المدافع نادي الهلال لم يرتكب أي مخالفة نهائيا في هذه اللعبة. كابتن سمير ايش رايك فيها؟ قرار خطأ من حكم المباراة. حكم المباراة وقف على مسافة أكثر من 19 ياردة، ما شافش تفاصيل اللعبة. هنا لا توجد ركلة جزاء ولا يوجد تحايل، وبالتالي لعيب النادي الأهلي اتظلم في إنذار غير مستحق إن خده بصراحة. طيب يعني شوف الرجل الأولى أوكي، طب الرجل الثانية شوف لا خلي بالك أنت بتتكلم على رجل الشهري تمام؟ رجل الشهري رجل ياسر رجل ياسر الشهراني ما راحتش سبتت خلاص، ما فيش خطأ خالص هنا على فكرة. اوكي. والمهاجم هو اللي راح للمدافع ابو بدر. صحيح. الحاله 11 في الدقيقه 90 هدف الهلال. طبعا بالنسبه لهدف الهلال قال لك هناك في دفع من متروفيتش، لكن حقيقه في مسك ايضا من مدافع النادي الاهلي واللاعب حاول يتخلص من عمليه المسك. ولاحظ الحاله الان اللي لها لقطه خلفيه، مدافع النادي الاهلي قام بعمليه مسك. لاحظ هنا تنافس بين اليدين الاثنين، ولاحظ اليد اليسرى لمدافع النادي الاهلي ماسك المهاجم اللي حاول يتخلص منه، فعلا تخلص منه ولعب الكره وهدف صحيح، لا توجد اي مخالفه على مهاجم نادي الهلال. كابتن سمير ايش رايك فيها؟ شد متبادل، خطأ متبادل، يبقى القرار استمرار اللعب. هتحسب على مين؟ الاثنين اخطأوا. تفضل ابو فهد. طبعا هذه اهم الحالات. انا عندي ملاحظه على بالنسبه للاعب نادي الهلال عبد الله الحمدان في مخالفه لصالح نادي الهلال، ذهب للحكم يبغى الحكم يمنح بطاقه صفراء، الحكم منحه البطاقه الصفراء لأن الحكم كان محق احتجاج لاعب نادي الهلال، كان غير مبرر وبطريقه استفزازيه مع الحكم. لاحظ الان حيرجع الحكم المباراه ويتكلم معاه، فالحكم منحه البطاقه الصفراء وكانت مستحقه. اتمنى من اللاعبين بالنسبه للحالات زي هذه يعني يخلي نفسه او يكون هو لاعب فقط ولا يكثر احتجاجات على الحكم، لانه عمل يخسر فريقه بمنحه بطاقه صفراء غير مبرره انه يحصل عليها. هذه اهم حالات مباراه السوبر اليوم بين الهلال والاهلي. كابتن ابراهيم ايش رايك في اللقطه هاي؟ عبد الله الحمدان وفي غيره؟ شوف يا ابو بدر انا وفي غيره؟ انا من وجهه نظري شوف اللاعب اذا ما قدم في المباراه شيء يطلع بهذه المواضيع، يعني حريص على الفريق ويتكلم يبحث عن كرت. انا سؤال بسيط لعبد الله الحمدان وايضا لجيسوس، يعني عبد الله الحمدان بعد ما نزل وش اللي قدمه في الملعب؟ يعني ما شفنا اي اضافه لعبد الله الحمدان. كان الوقت يعني الهلال بحاجه الى انه مصعب الجويري ينزل خلف المهاجم وسافيتش يرجع لمكانه عشان يكون في بناء هجمه. تفاجأنا انه جيسوس وضع عبد الله الحمدان، وضع الفريق كله في ازمه. انت ايش رايك بقرار يملك يعني امكان؟ ايش رايك انت بقرار جيسوس يوم مشى صالح الشهري وقع خلى عبد الله الحمدان؟
يعني أنا من وجهة نظري يعني صالح الشهري مثلا ليس اللاعب المكتمل الذي يصل إلى أنه يكون هو رأس حربة في الهلال، ولكن مقارنة مع عبد الله الحمدان لا يوجد أي مقارنة. صالح الشهري يسجل، يفيد، يقدم لك مستوى إذا نزل، يؤدي المهام المطلوبة منه بصرف النظر، يعني ما يختلف. أنا من وجهة نظري ما يختلف اثنين بينهم، يعني إبقاء عبد الله الحمدان وإبعاد صالح الشهري علامة استفهام. أيضا يا أبو بدر اسمح لي بس في ثانيتين، لودي في لقطات أنا اخترتها إذا كانت جاهزة يجيبونها اللودي مع محرز. اليوم محرز يعني حقيقة ما هو في مستواه ولا نصف مستواه، لأن محرز واضح أنه غير جاهز. لودي لا يعرف يقف، لا يقرأ اللعب، لا يستطيع أنه على أقل شيء في كرة القدم ما يسمى بالخبث الكروي. إذا عرفت أن اللاعب هذا بيتجاوزك تعطي يعني أحيانا إعاقة، تحاول أنك تمنع اللاعب. هذا اللاعب من وجهة نظري لن يخدم الهلال في الدوري، فما بالك في كأس العالم. يعني هذا موضوع صراحة يجب أن يعني لجنة الاستقطابات تشوف أنه الهلال بحاجة إلى مساعدة في مثل هذا اللاعب، مثل ما فرق أخرى تم مساعدتها، لأنه هذا اللاعب حقيقة في الدوري ما ينفع، فما بالك أنه يكون ظهير الهلال في كأس العالم. نروح الفاصل أخير ونعود، خليكم معنا.